المحشي راعي الأسرة المصرية. النهارده هنعمل شوية محشي مشكلين كده، تحفة بصراحة. حاجة كده سخنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي مع بعضينا الفيديو بتاعنا. أنا قطعت هنا شوية بصلات كده حلوين، ضربتهم في الكبة لأن المحشي النهارده هعمله مسبك. نوع من التغيير يعني. أنا عادة بحب أعمله ني في ني، بس طلب الولاد كده. وشوية فلفل بارد أو حراق اختياري، وشوية صلصة من اللي كنت مفرزاهم، هسبكهم بس شوية كده مع البصلة. وهنا الخضرة شبت وكزبرة وبقدونس. معايا شوية كوسة هنا، خدت القلب بتاع الكوسة وبضربه ضربتين كده مع الخضرة، أنا مش برميه، بيخش جوه المحشي بصراحة طعمه حلو يعني، ومش هيبان أصلا وحرام يترمى. هنا بحط بهارات الكبسة للمحشي، بينقله في حتة تانية خالص، جربيه. المحشي بالبهارات بتاعة الكبسة هيغير لك طعم المحشي بطريقة جميلة جدا. أنا هنا بحب أحط الصلصة شوية شوية لحد ما ألاقي الرز بتاعي استكفى. وهنا معايا الممبار بتاعي او العصبان بتاعي، شوف كل حد بيسميه ايه، وهحشيه. والمحشي ده انا عاملاه من قبلها بيوم على فكره، وممكن يقعد ني كده في التلاجة يومين ولحد 3 ايام مفيش مشكله، ولحد 4 ايام كمان والله. انا بحشي المحشي ده واسويه على يومين. كوسه ما تعملهاش لحد الاخر علشان الرز ما يطلعش منها. بصي هنا انا كنت تاني يوم هنا جبته من التلاجة وابتديت اقسم العصبان بتاعي، علشان انا كنت مقطعه حتت كبيره وكان في حتت تخينه وحتت رفيعه، فانا حبيت ايه احسن من شكله شويه. اما تيجي تسوي العصبان، ضروري قوي قوي تنزليه في ميه سخنه بتغلي، ما تكونش الميه دافيه حتى، ولا حتى يا دوب لسه هتبتدي غليان، لا تكون غلت فعلا. بصي يبقى بعد العصبان ما ياخد وضعه في السوى، خرميه كده بالشوكه، مش قبل كده خالص، لان قبل كده هيلم الخرم ده ومش ليه اي لازمه. انما بعد ما يبتدي يتنفخ كده وياخد وضعه في الشوربه، خرميه كده، الشوربه هتخش جوه العصبانه بتاعتك وتسوي الرز كويس جدا. تاني حاجه، ان احنا ما نغطيش على العصبان ابدا وهو بيتسلق عشان ما يتهراش منك وما يفرقعش. تالت حاجه، ان ايدك فيه كل شويه تقلبي فيه كده، وبصي ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله ولا واحده فرقعت. طلعته كله كده بعد ما استوى، وهبتدي احمره على نار هاديه. انا بقصقصه بس، وبشيل الفتله اللي انا مربطاه بالفتل يعني، بشيلها كلها قبل التحمير، وببتدي احمر العصبان بتاعي. وخلاص كده انا خلصت الاكل بتاعي، وكنت سويت المحشي كله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. بصي الجمال، تحفه تحفه، احلى اكله بصراحه في المحشي. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.